متحدث ولا مفوه ولا اول شيء شو عمل فيك الموت؟ موت خيك شو عمل فيك؟ هو دائما الاشياء اللي بتصحينا على الدنيا او اللي بتخلينا نشوف قديش الدنيا صغيره، نحن مرات بنفكرها كثير كبيره وكثير مهمه. هو الفراق هالنوع. وانا بقول نحن كل شوي كل ما قربت المسافه، قربوا الناس اللي بتركونا وبيمشوا، بتصير الدنيا بعيوننا اصغر وابسط واسخف. ولما بيصيروا كثير كثير قراب، يعني مثل اخوه، بصير بتحس انك انت مثل بالضبط شخص كل جسمه مريض، ما في غير شيء واحد بيحكي. يعني بالحقيقة أنا اليوم كثير بكره أحكي عن أشياء تضعفني أو تكسرني، لأنه أنا مؤخرا صرت بدي حالي يكون كل الوقت قوية، وعم حاول كل الوقت إني أنا بس اللي يكون قوية. وموضوع إنه أحكي بمشاكل ما معينة، مرات بنكون أخذين قرارات إنه ما نحكي بمواضيع معينة، بتخلينا نحس إنه نحن مش بس ضعاف ومكسورين، وهي حقيقتنا اللي بنحاول إنه يعني نكذب فيها، إنه نقول إنه نحن لا قوايا ونحن واثقين ونحن بنحب حالنا وإلى آخره. موضوع أيام يمكن أكثر أزمة في حياتي أثرت علي وجرحتني وأذتني كتير فوق ما تتخيل. بحس إنه في جزء مني مات، جزء من جسمي أنا مات، يعني انتهى، ما ممكن يرجع. وجروح كتيرة مثل ما قلت لك. هي الأزمة اللي مرينا فيها اللي صار لها أكثر من 4 سنين خلتنا نشوف أصحاب كتير بوش ما كنا منشوفهم فيه. صرنا منشوف حالنا إنه نحن كأنه بدي أمشي صرت أقول والله ما عملت شيء. يعني بالحقيقة هو أنا حقيقي ما عملت شيء. أنا قلت على الإشارة، طب الناس يعني بدهم الإشارة خضراء مشان يمروا، بس هذا اللي قلته. كان موضوع كتير بخص الناس، بخص الإشارة. ما ممكن إنه تضل الإشارة حمراء والناس تقطع وتندعس بالسيارات. لما قالوا إنه بدنا الإشارة خضراء بس لنمر، قلت معاهم، أنا معاهم. قلنا شيء بديهي وإنساني وكل الناس بتوافق عليه، وقامت الدنيا وقعدت. فاللي بدي أقوله إنه أنا مريت بكتير انكسارات بالفترة الأخيرة فوق ما تتصور. صغرت الدنيا بعيني، سخفتها فوق ما تتخيل، خلتني أكثر صدق. طيب